المنوفي لا يلوفي ولو أكلته لحم الكتوفي. يا ترى إيه حكاية المثل المرتبط بأهل محافظة المنوفية؟ صحيح المثل يبان إن هو بيهاجم أهل المنوفية، لكن الحقيقة غير كده. المثل ده مهم جدا، لو عاوزين تعرفوا حكايته تابعوا معايا. بدأت الحكاية في زمن دولة المماليك في مصر، بالتحديد في مدينة منوف بمحافظة المنوفية. وده لما حصل مشاجرة وخناقة كبيرة ما بين اتنين مماليك. الأول بدأ يضرب في التاني لعند لما قتله، وبالصدفة شاف الحكاية مصري من مدينة منوف، واتحولت طبعا قضية القتل دي للقاضي. وفي الفترة اللي قبل المحاكمة بدأ المملوك القاتل ياخد المنوفي الشاهد الوحيد على القضية، بدأ يأكله لحم غزلان وخرفان وماعز لعند لما جه يوم المحاكمة. والقاضي طلب من الشاهد الوحيد المصري المنوفي انه يقسم بالله انه يقول الحقيقة. المنوفي بقى قال الحقيقة كاملة. المملوك القاتل صرخ في المحكمة وقال للمنوفي انت بتقول ايه؟ رد عليه المنوفي وقال له انت عاوزني اشهد زور واعتق رقبتك من النار ورقبتي هي اللي تبقى في النار؟ انا لا يمكن اشهد زور. رد عليه تاني المملوك القاتل وهو بيصرخ في المحكمة وبيقول المنوفي لا يلوفي ولو اكلته لحم الكتوفي. ومن حكاية المثل ده يبين ليك ان المصريين المنايفة رجالة جدعان ولا يمكن يشهدوا زور.